عمارة من زمان كان نفسي أشوفها، وكان نفسي كمان أعرف مكانها بسبب إعجابي الشديد بالفنان اللي هو صاحبها، وكان نفسي أعمل عنها حلقة، والحمد لله تنتني أسأل مكانها فين لحد ما عرفته. عمارة أنور وجدي. أنور وجدي في بداية حياته وقبل ما يكون فنان كان بيتمشى في شوارع وسط البلد، وبص شاف عمارة من العماير الفخمة الجميلة في وسط البلد، واتمنى ان يكون عنده عمارة زيها او عمارة فخمة وكبيرة كده. وصديقه قال له ايه؟ قال له ان الصحة اهم من المال يا انور. اعترض انور وجدي جدا وقال له لا، المال ده ممكن يمتع صاحبه بالصحة والعافية، وكمان يخلي الواحد عنده كل حاجة حلوة في حياته. حتى المال أهم من الصحة. أنا عندي أكون مريض لكن يكون عندي مال كتير. وفعلا اتحققت الأمنية وبقى عنده المال وعنده العمارة، لكن راحت الصحة. العمارة اتبنت سنة 1954، يعني قبل وفاة أنور وجدي بسنة، والعمارة بتتكون من 14 طابق. والفنان أنور وجدي حرص أن يكون الطابق الأخير أو الطوابق الأخيرة في العمارة بتتكون من مجموعة فيلات أنيا، كل فيلا مستقلة عن الأخرى وليها مساحة خاصة بيها. وده اللي خلى عدد كبير من الفنانين يجوا يستأجروا شقق وفيلات في العمارة. وكان من ضمن الناس اللي استأجروا في الشقق عنده أو الفيلات هو الفنان الكبير ستيفان روستي والمخرج الإذاعي عثمان أباظة. ورغم كل الترتيبات دي اللي رتبها الفنان أنور وجدي لبناء العمارة، لكن سرعان ما أصيب أنور وجدي بالمرض وسافر للعلاج، ولم يهنأ بفخامة العمارة التي تمناها ولم يدخلها، لأنه عانى من المرض وتوفى سنة 1955 بره البلاد. وفي جيبه صورة للعمارة التي شيدها. أنور وجدي ما دخلش عمارته إلا وهو في نعشه. ده معناه إن الإنسان ما بيملكش حاجة من الدنيا. يا ريت نفهم معنى الكلمة دي كويس. يا رب تكون جولتي عجبتكم في عمارة أنور وجدي، وأشوفكم بجولات جديدة. باي باي.